هاي جايز، عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهدة، قبل لا تبدي بالفيديو دوس لايك. يعني هسه انت حاليا تتابع وانا دا اقول لك دوس لايك، انت حاليا روح دوس لايك. الشغلة الثانية علق على قد ما تقدر. والشغلة الثالثة والمهمة، اذا انت جديد اول مرة تشوف القناة فاشترك بالقناة، واذا انت قديم مشترك بالقناة فدز القناة صديقك خليه يجي يشترك. على العموم خلونا نبدا بالفيديو. هذا الفيلم حبيب قلبي يحكي عن ثقب يظهر بالحائط، وورا هذا الثقب اكو قصة كلش مرعبة ومخيفة. اوكي على تحملونا شباب، تحملونا والله، يعني ادري مو مره رعباني بس شو اسوي. اكو وايد طلبوا رعب فقاعد احقق لهم امنيتهم، هاي الامنيه الاخيره يمكن بحياتهم خلي احقق لهم اياها. على العموم شباب خلونا نعرف شنو السر اللي خلف هذا الثقب. هذا الشاب اسمه بوت، ويكون بوت عنده اعاقه دائميه من هو وصغير، وبسبب هاي الاعاقه اغلب الشباب جماعته بالمدرسه يتنمرون عليه. وعنده صديق واحد مقرب له واسمه فاي، وعنده اخت اسمها بين وتكون قائده بفريق المشجعات. ونعرف حبيب قلبي انه فاي دائما يتجسس على اخت صديقه لما يكون موجود يمهم بالبيت، يعني ماكو شي نقاسه، يعني هم ببيتهم وهم تتحارش ببنتهم شو المضغط. وهاي امهم واللي اسمها مي، ونعرف انه هي قاعده تحتفل لان رقوها بشغلها. وبهاي اللحظه حبيب قلبي يجي عليها مديرها ويطلب منها انه تروح تحضر اجتماع مهم ويا شركه صينيه ببداله. المهم حبيب قلبي تروح للاجتماع وتكمل كل شيء، ومن رجعت للبيت بالطريق سوت حادث. يروح على الاولاد رجال كبير ويقول لهم انا جدكم، بس هم استغربوا لان اول مره يشوفوه، فقالوا له شو هالمضرطه هاي، ايش وقت صرت جدنا من انت؟ ويقول لهم انه امكم بالعنايه المركزه ودخلت بغيبوبه وما نعرف شو وقت راح تصحى من هاي الغيبوبه. وهم بالمستشفى حبيب قلبي تجي عليهم مره عجوز تقول لهم انا جدتكم، كافي مضرطه عاد. هسه راح يجي واحد يقول ما انا عمكم، يجي خالكم، شنو هاي؟ ونفس الشيء حبيب قلبي هم كانوا مستغربين لان اول مره يشوفوها، وطلبت منهم انه يجون يعيشون وياها لحد ما امهم ترجع بالسلامه. بس هم حبيب قلبي بقوا مستغربين جدا من الجد والجده، ويعني ما يدرون دول منين طلعوا لهم، لان امهم ابد ما حكت عنهم قبل او عرفتهم على اجدادهم. بس بالاخير قدروا الجد والجده انهم يقنعون الاولاد يجون وياهم. ويجي عليهم جدهم ويقول لهم حبايب قلبي ترى جدتكم شافطه من الاخير، يعني مصابه بالخراب، فلا تصدقون باي شيء تقوله لكم. ويقول لهم اتمنى انكم تساعدوني برعايتها وتنطوها الادويه باوقاتها. وثاني يوم يروحون على المستشفى والدكتور يقول لهم انه نسبه شفاء امكم 40%، وما نقدر نعرف ايش وقت راح تصحى من الغيبوبه. ولما يرجعون على بيت جدهم بوت يشوف انه اكو ثقب بالحائط، ومن يبوع من هذا الثقب حبيب قلبي يلمح بنيه شكلها غريب ومرعب، فيوخر بسرعه. وتجي اخته ويحكي لها على اللي شافه، فتقول له حبيب قلبي لازم نبلغ جدنا من يرجع، يمكن هذا الثقب يطلع على بيت جيراننا ويمكن يكونون محتاجين مساعده او شيء. بس المفاجاه حبيب قلبي انه لما اجت جده وحكوا له على الثقب قال لهم اي ثقب ما قاعد اشوف اي شيء، ماكو على الحائط مضرطه زايده وحكي ولغوه زايده واري. ويبدا حبيب قلبي يصيح عليهم جدهم لان عباله انه ناصبين عليه ويضحكون عليه هيك شيء، ويستغربون ان جدهم وجدتهم ما قاعدين يشوفون هذا الثقب، ويبدون يحسون انه هذا البيت بيه شيء غريب. لذلك امهم ما كانت تجيبهم لهذا البيت ابد ولا تريدهم يعرفون عنه اي شيء. وثاني يوم حبيب قلبي من يقعدون ينتبهون على الحائط ويستغربون انه الثقب ما موجود، بس يبدون بوت واخته يسمعون اصوات ضرب وصياح من وراء هذا الحائط. وثاني يوم يجي صديق بوت، فبوت يقول له حبيب قلبي انت قاعد تشوف اكو ثقب بالحائط لو لا؟ بس صديقه يقول له لا والله ما قاعد اشوف اي ثقب. ثاني يقول له لا يعني قصدي مو قاعد اشوف حجي ثقب باليوتيوب، ها ثقب من الحائط. فيقول له لا وداعتك اي ثقب ما قاعد اشوف. فيتقرب بوت حبيب قلبي من الثقب ويحاول انه يشوف اي شيء، بس ينصدم بشكل بنيه مرعبه كلش، فيبتعد عن الثقب وهو مرعوب من اللي شافه. فصديقه يقوم يضحك عليه ويقول له هاي ايش بيك يا معود، شو بس باوعت على الحائط وبعدها ارتعبت. يقرب صديقه حبيب قلبي على الحائط ويقول له وين، ما تقول لي وين هذا الثقب ما قاعد اشوفه. بس بهاي اللحظه ينسحب فاي على الحائط وكانه احد سحبه بقوه وصلخ امه بالحائط، فينكسر خشمه ويقوم يذب دم على القاع ويضوج كلش حبيب قلبي ويعوف ويطلع من البيت. وهنا بوت حبيب قلبي يقول لاخته ترى هذا صديقي الجواد ابن الجواد مصورك فيديو وانت بالحمام، شلون ما ادري. ويقول لي لو تقنع اختك تصادقني لو انشر الفيديو. يا اخي ماكو شي قواده. يعني والله العظيم هيك صلافه انا ما شايفها بحياتي. يجي لبيتهم ياكل يومهم قاعد 24 ساعه وقاعد يصور اخته بالحمام ويقول له تعال صادقني. على العموم حبايب قلبي بهاي اللحظه تجي الجده، ومن تشوف الدم على القاع تنهار وتقوم تصيح حبيب قلبي تحرق الدنيا حرق، والنوب تقوم تصيح لهم بغير اسماء شينقا مانقا، الدنيا تحرقها وتحكي وياهم حكي كلش غريب، وهم صافنين ومصدومين من اللي قاعد يسمعوه. بس ورا شويه تهدأ وتحضنهم. بس بهاي اللحظه يقومون يسمعون اصوات تكسير ويحسون انه اسلوب جدتهم وياهم اختلف عن الاول. وبالليل حبيب قلبي يقعدون على صوت صياح جدتهم ويلقوها حبيب قلبي منهاره وقاعده تصيح وتبكي، وجدهم قاعد يحاول يهديها. وثاني يوم جدهم يروح المركز الشرطه حتى يتابع قضيه بنته وانه شنو سبب الحادث، لان اصلا هو قبل كان شرطي. ويعرف حبيب قلبي انه الشخص اللي دعم بنته وسوى الحادث وياها شخص عنده نفوذ ومعارف بالدوله، فما حد يقدر يلقي القبض عليه لان يخافون منه. فيعصب كلش على الضابط حبيب قلبي ويقول له انا راح اجبره انه يجي يعترف على نفسه. ونرجع على بوت وبيم ونشوفهم قاعدين يسولفون على اللي قاعد يصير بهذا البيت. وفجاه حبيب قلبي بيم تلقى تليفون فاي ناسيه يمهم، فتفرح كلش لان بعد ما يقدر ينشر الفيديو مالتها من صورها بالحمام. وراها حبيب قلبي يسمعون صوت جاي من هذا الثقب اللي بالحائط، فتقوم بيم
تقوم وتباوع من هذا الثقب وتشوف نفس البنيه الصغيره وقاعده تزحف على الارض، فتروح تركض على اخوها وتقول له لازم نساعد هاي البنيه الصغيره، بس هو يقولها دنشبل ايش بابوش المضرطه ما افوت هسه لهذا البيت، لو تنقلب الدنيا لو يعطوني مليار ما افوت، فتشوفيها شلونها وجه الشيطان، فتقول له العد خلاص بعد ما لنا علاقه بهذا الثقب ولا مباوع منه ابد. بالليل هم نايمين بوت يفتح عينه ويشوف هاي البنيه يم اخته وتحاول انه تذبيها، فيقوم حبيب قلبي فاز من النوم مرعوب ويصيح، بس من قعدت اخته ما كانت هاي البنيه موجوده. الظاهر حبيب قلبي انه هو قام يتهيأ له اشياء ما موجوده، وبعدها يتمرض بوت وتبدي الجده تعتني بيه، وتقوم كل يوميه حبيب قلبي تجيب له حليب وتقول له والله ما اقوم من يمك اذا ما تخلصه، وتقعد تحكي له على امه من كانت صغيره وشون كانت طفولتها، وتشيل دفتر الرسم مال بوت وتشوف بنيه مرسومه فتخاف من الرسمه وتشمر الدفتر، بس بوت حبيب قلبي يستغرب لان هو ما رسم هيك رسمه، ومن يرجع مره ثانيه حتى يشوف الرسمه ما يلقى شيء بالدفتر. لا ترى صارت مضرطه عاد عوف البيت واطلعوا شلبتوا لا ما شلبتوا. ونعرف حبيب قلبي انه صديقه بين هي اللي مصورتها بالحمام ودازه الفيديو الفاي، ظلمناه خطيه هذا الولد، يعني هو ما مصورها صراحه، بس هو شاف الموضوع اجى وياه عدل فقالها لو صادقه شو الضحك، وتقولها اني سويت هيك حتى يطردوك من المدرسه واني اصير قائده فريق المشجعات، يعني بشرفكم مصوره البنيه وتريد تفضحها على مود تصير قائده فريق المشجع، من ازرب عليك مشجع هادي والله. المهم حبيب قلبي يقوم حوار ساخن بيناتهم، فصديقتها تقولها ها هيك الحكي تمام العد، وتنشر الفيديو بجروب المدرسه، والمدرسه حبيب قلبي تصيح لها، ونعرف انه بنت كانت حاكيه للمدرسه مالتها عن هذا الموضوع، تقولها لا تديرين بال وتعاقب صديقتها لان نشرت الفيديو. ونشوف انه بوت حالته قاعد سوء يوم بعد يوم، ويقول لاخته احنا لازم نعوف هذا البيت المشؤوم ونرجع لبيتنا، كان بعد وقت حبيب قلبي لان بسبب هذا البيت احنا قاعد يصير بينا هيك. المهم حبيب قلبي رجعوا ونزلوا على ام الخرم اللي بالحائط، هسه ديكافي شلبتوا مو قلتوا بعد ما لنا علاقه بالخرم، لو حكي جهال هو كل ساعه مغيرين رايكم. المهم حبيب قلبي الظاهر الله يطيح حظهم لا اكثر ولا اقل. تروح بين حبيب قلبي وتدحس عينها بام الخرم، وهوب تنضرب ايد على القاع، وراها تشوف البنيه هم قاعده تزحف بالقاع، واكو رجال نايم على القنفه بنفس البيت، وفجاه حبيب قلبي تشوف البنيه وهي تموت، تقول الاخوه شوف انه هاي البنيه اكيد قاعده تحاول توصل لنا رساله وتقول لنا انه هي شلون ماتت وبسبب منو، يقولها اخوها انه الغرفه اللي بيها البنيه نفس هاي الغرفه اللي هم بيها، بس كل واحد بزمان مختلف عن الثاني، ويجدهم وهم يقولوا له على اللي شافوه، بس يقولهم بابا وتالي وياكم انا مو قلت لكم عوفوا هاي المضرطه لا تظلاتين يم هذا الحائط، ويقولهم هو الثقب هنا، يقولوا له اي، يقولهم وين بالضبط، فيقولوا له هنا يعني بالضبط بهذا المكان، فيروح يجيب حبيب قلبي معرض خشب ويخليه على هذا المكان، يقولهم السد الخرم، يقولوا له يقولهم كاف خلاص فورعوا، بس فجأة حبيب قلبي هذا المعرض ينقلب على القاع ويرجع يطلع الثقب مرة ثانية، وراه يروح الجد على هذا الشاب اللي دعم بنته ويوقفه بالشارع ويحرق مذهبه هو والسيارة. بهاي اللحظة حبيب قلبي تقعد الأم من الغيبوبة، بس تتخبل من يقولوا لها إنه أولادك راحوا عاشوا ويم جدهم وجدتهم، وتقوم تصيح وتعيط وتقول لهم خرب هو ليش وداهم هناك، وتقول لهم طلعوني بسرعة من المستشفى، وتتوسل بالدكتور وتطلب منه إنه يطلعهم من هذاك البيت. ونرجع حبيب قلبي على البيت الملعون ونشوفهم قاعدين يلملمون الغراض اللي تكسرت، وفجأة قاموا يسمعون صوت صياح وعياط وصوت ضرب عالي، وينتبهون انه جدتهم قاعده تشوف الثقب، وتقول لهم صار لي 15 سنه وانا عايشه برعب بسبب هذا الصوت، فيقولها انت شلون شايفه الثقب وقاعده تسمعين الاصوات وما كنتي تقولين لنا، فتقول لهم لان كنت اقول لجدكم وكان يقول علي مخبله، لان هو لا يشوف الثقب ولا يسمع هاي الاصوات، وتقول لهم هو اللي خلاني اقوم اخذ كل هاي الحبوب مال الهلوسه والاخبال من 15 سنه، لان عباله انه انا قاعد اهلوس من اقول له اكو ثقب واكو اصوات، فترجع بين على هذا الثقب وتباوع منه، وتشوف امها وهي شايله طفل، وتسال رجلها وتقول له وين بنتنا لينيا لان ما قاعده تلقاها بالبيت، وبعدها حبيب قلب بوت يقولها وخر خلاني باوع ادري سينما ابن النعال قعد، فيشوف انه جدهم وجدتهم طبوا للبيت والجد شايل بنيه ميته، وامهم تقوم تصيح وتعيط على بنتها، فيقومون يصيحون على جدتهم ويقولوا لها لازم تحكي لنا شنو اللي صار بهذا البيت من نزرب على هي كبير، تقول لهم انه من 15 سنه طلعنا انا وجدكم وامكم من البيت وتركنا اختكم الكبيره ويا ابوها بالبيت، تقول لهم انه ابوكم كان رسام بس كان خمار و24 ساعه مطور، واختكم كانت مريضه، وبهذاك اليوم راحت على ابوها وقالت له تعال العب وياي لعبه الغميضه، فيوافق هو وتروح هي تختل بالغرفه اللي جوا الدرج، وابوكم حبيب قلبي بقى يشرب ويرسم لحد ما طوط مو طبيعي، ونسى انه بنته خاتله، وهي بقت جوا الدرج وما طلعت وعطشت وما رادت تطلع حتى لا تخسر، فلقى الشيشه بها شيفه شربته لين عطشانه كلش وطلع هذا سم مال الفيران وماتت، وابوكم من عرف انه بنته ماتت بسببه اخذ المسدس من جدكم وكتر روحه، بس بهاي اللحظه بوت قام يقح وقام يزوع دم من حلقه، فراحت الجده ركض وجابت له حليب، وما تقبل توديه للمستشفى، قابله تقول له انت بس تشرب من هذا، بس خل الله يهديك تشرب من هذا الحليب اذا ما رجعك علو بيا قوه
بس هو حبيب قلبي ما يقبل يشرب من هذا الحليب. بس هي قبت عليه حبيب قلبي قالت له ابن القندره غصبا ما عليك تشرب من هذا الحليب، هذه ساعه واقفه بالمطبخ واسوي لك بيه وتالي تقول لي ما اشرب. وبهذا الحكي حبيب قلبي تدخل امهم عليهم وتقول لهم يلا قوموا بسرعه خلينا نطلع من هذا البيت. بس من رادوا يطلعون يجي الجد ويكون شايل المسدس وياه، تقول له ها يابا المن بعرت المن قتلت سويت النوب من كارته، وتقول له انا اصلا شاكه بيك انك انت اللي قتلت زوجي مو هو اللي انتحر. وهنا ولدها يقولوا لها يمه ترى احنا عرفنا كل القصه، جدتنا ما قصرت، شاكو شيء تعرفه كتته ما خلى الشغله تعتب عليها. بس بين تقول لامها امي ان جدتي قافله على اخي وتجيب وتلحس بحلقه من هذا الحليب، يعني شنو سالفه هذا الحليب ما ادري، ومن قام يشرب منه لليوم وهو يزوع دم، وكل ما اقولها خلينا نوديه للمستشفى ما تقبل. فتسال جدتها وتقولها ايش بيه هذا الحليب؟ ليش قافله على مذهبنا الا نشرب منه؟ فتتذكر الجده الحليب اللي كانت الشربه لاختهم الكبيره لينيا انه هي ماتت بسبب هذا الحليب مو بالسم. فتقوب عليها بنتها وتقوم تصيح وتقولها ليش هيك تسوي باطفالي بنت الاوادم؟ فتقولها اصلا بنتك الكبيره كانت شيطانه وكان لازم تموت، وهذا ابنك هم لازم يموت لان عنده عوق ولادي. عود عوق ولادي. واني اريد احسن من نسل هاي العائله وغير تستقر انجلينا جولي. والله عجيانه اشوف تصلخي لك ركعتين قبل لا تموتين، والله اشرف لك يعني تذكرين الله هواي احسن لك من المضرطه اللي قاعده تمضرطيها. فبنتها تقولها امي لو تعوفيني اعيش براحه انا واطفالي، لو الكعبه راح اروح للمركز مال الشرطه واحكي لهم على كل اللي سويتيه بينا. وتاخذ جهالها وتطلع من البيت، وبالبيت امهم تقول لهم انا اعتذر لان ما حكيت لكم عن ابوكم واخوتكم اللي ماتوا، وتقول لهم انه هذا اللي عرفتوه مو بالشرط يكون الحقيقه الكامله، يمكن يكون اكو شيء ناقص. فقالوا لها عن الثقب الاكشر، فقالت لهم هو هذا سبب هروبي من هذا البيت الخرا، لان بعد ما ابوكم كتل روحه حاول جدكم انه يخفي هذا الثقب بس ما قدر. وتقول لهم انه الشخص اللي كتل جدكم هذا مو هو الشخص اللي دعمني. وبقت حبيب قلبي تمضرط لهم وهم صافنين مثل المطايع. واخر شيء حبيب قلبي نشوف لينيا ظاهره للجده وتشربها سم مال الفيران، ويجي الجد ويتخيلها غير شخص ويضرب عليها طلقات لان قاعد يشوفها شخص ثاني. المهم حبيب قلبي يبقى يصلخ بها طلقات لحد ما يشعل مذهبها، وراها يشوف الشخص رفض فيقوم يحط المسدس بحلقه ويصلخ روح بطلقه وينتحر. بس بالاخير نعرف انه الام هي اللي كتلت رجلها لان عبالها هو اللي كتل بنتهم. وما احكي لكم حبيب قلبي هذا الفيلم ناس شالخه ناس، وتريد لك واحد يحكي لك الصدق ماكو. على العموم هذا كان فيلمنا اليوم، يا رب يكون عجبكم، واهم شيء ما تكونون نسيتوا تخلون لايك. والعبره من هذا الفيلم حبيب قلبي اذا جديتك جابت لك حليب اهرب. لان الشغله حيل مو زينه. كان معكم اسامه من قناه اوكي شانل. باي جايز.